يمكن نحن بحاجة نعيد تعريف شو معنى الحرية والاختلاف في بلادنا. شو معنى حرية؟ وليه امنا؟ كرمال تختلف وجهة النظر السياسية بسوريا، ولا كرمال ناخذ الحرية المطلقة بسوريا؟ حرية التعبير وحرية الآراء وحرية الحياة وحرية التدين ولا كل هنود الحمر لهلا أمريكا ما قدرت تخلص منهم وقضيتهم بعدها موجودة. ما حدا بيقدر ينهي حدا بالعالم كلياته. وتغير النظام وبعدنا عم نتقاتل، ورح يتغير يمكن نظام بعده بنبقى عم نتقاتل ونخاطب بعدنا سياسة. هيك بتنهض الشعوب. وشو المصلحة العليا لسوريا؟ دقينا للكبير. تعا هاد بوسه، تعا لك حكى الكبير. إيه ها لك حب وحنان. انا من يوم ورايح ما عاد انتقد الشامي، خلص ابدا بحياتي، خلص انا ما عاد انتقدك. انا من يوم ورايح بشوفك بتصير ابكي مثل هدول الاولاد وقت يشوفوك هيك وابكي وشامي. لك شو يا شو يا عيني عليك، لك يا عيني عليك. ها حب وحنان. انا حمادات من يوم ورايح، حمادات هدول هيك بيعملوا هي الحركه. لك ان شاء الله بتقبرني يا ليل ويا العين، من بعدك ما حدا يحكي ويسمعنا. بس سامي بدي اقول لك شغله وحده بالنسبه للهنود الحمر. نحن هون كمان في شيء اسمه السوريين الحمر. نحن كمان رح نصير ما شايف كيف وقت نطلع وندق ببعض رح نصير نعمل. نحن يمكن اصولنا هنود حمر، بس يعني جابونا على سوريا صار اسمنا السوريين الحمر.